في أول 25 دقيقة السعودية بدأت بقوة وانضباط. هي دخلت المباراة بخطة واضحة: ضغط عالي على دفاع الجزائر، غلق الأطراف لمنع محرز والحاج موسى من الدخول إلى العمق، تحرك سالم الدوسري والبريكان بين الخطوط. الجزائر وسط الملعب كان نشيطا جدا في أول نصف ساعة من المباراة. تحصل المنتخب السعودي على بطاقتين صفراوين في الدقيقة 22 والدقيقة 27، دليلا على محاولة إيقاف مهارات الجزائر من التسجيل. السعودية دخلت المباراة بدافع كبير وكانت أكثر شراسة في البداية. بعد الدقيقة 30 أو بعد مرور نصف ساعة من المباراة، رغم البداية القوية، ظهر أول خلل: فقدان الكرة بسرعة في وسط الميدان. والخيبري فقدوا الكثير من الكرات تحت الضغط من ناصر وعوار. غياب التحرك بين الخطوط، البريكان كان معزولا تدريجيا. الجزائر بدأت ترفع الإيقاع بذكاء، ليس بسرعة بل بالتحكم والصبر، ما استنزف لاعبي الوسط السعوديين. الشوط الثاني انهيار واضح في المنظومة السعودية. قامت السعودية بتبديلات مبكرة، وهذه التبديلات أثرت بالشكل الكبير: خروج لاعبين كانوا يمنحون التوازن الدفاعي، دخول لاعبين أقل انسجاما، فقدان التماسك بين الظهير وقلب الدفاع، والأهم انهيار بدني واضح جعل الجزائر هي من تمسك الكرة وتهاجم بأريحية. بالخلاصة، أن الاستمرارية هي من تجلب النجاح وتجلب الأهداف، وهذا ما فعله المنتخب الجزائري اليوم. لحظة التحول الكبير في الدقيقة 45، حاج موسى يخترق من الجهة اليمنى. المدافع السعودي يتأخر في التدخل، يعقله داخل منطقة الجزاء، وبالتالي تحصل رياض محرز على ضربة جزاء وسجلها في الدقيقة 77. هذه اللقطة كانت الضربة التي أسقطت الفريق السعودي نفسيا وبدنيا وعقليا، وفقدتهم كل التركيز في المباراة. بعد الهدف، خط الوسط ضاع تماما، الدفاع تفكك، لم تعد هناك أي ردة فعل حقيقية، وبالتالي جاء الهدف الثاني من بالغالي بسهولة بكارثة في خط الدفاع السعودي. مشاكل السعودية في هذه المباراة: انهيار بدني مبكر في الشوط الثاني، هذا كان الفارق الأكبر بين الفريقين. الأخطاء الفردية، البطاقات، ركلة الجزاء، فقدان الكرات في الوسط، زائد التبديلات الغير موفقة من المدرب. بدل تقوية الوسط حدث العكس: فشل في التعامل مع الأطراف، خصوصا أمام الحاج موسى. الحاج موسى فكك دفاع المنتخب السعودي، بهدلهم، سوى فيهم كل شيء. غياب الحلول الهجومية، البريكان معزول، الدوسري مضغوط، والأطراف لا تقدم إضافة. الخلاصة: السعودية بدأت المباراة بقوة، بضغط عالي وانضباط تكتيكي، لكن مع مرور الوقت الجزائر قررت الخطة وعادت تدريجيا. الجزائر رفعت الإيقاع في الشوط الثاني وتفوقت بدنيا وفنيا. السعودية انهارت بعد هدف محرز ولم تظهر أي ردة فعل. الجزائر أنهت المباراة بذكاء وسيطرة واضحة. بالنسبة لرجل المباراة، فأتوقع أن يكون حاج موسى أو شرقي المحارب في خط الدفاع. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعم القناة بلايك وتعليق. السلام عليكم.